سلام عليكم. الكنافة دي لو ما عملتهاش احس ان رمضان لسه ما جاش. الى جانب شكلها الجميل طعمها جميل جدا، حرفيا سهلة جدا. لو حضرتك بتخافي من الكنافة العادية اعملي دي، استحالة هتفشل معاكي. في الاول هنحتاج لعلبة من الحليب المكثف المحلى. ممكن حضرتك تشتري الجاهز او ممكن تعملي اسهل بديل للحليب المكثف المحلى في البيت، من غير خلاط، من غير نار، من غير اي حاجة. مجرد هتحطي الحليب البودرة مع السكر البودرة وهنقلبهم مع بعض عشان نتأكد ان هم اتخلطوا كويس، وبعدين هننزل عليهم بالمية المغلية. هنقلب بالويسك لغاية لما احس ان هم خلاص بقوا يعني قوام واحد. شايفين منظره عامل ازاي؟ طبعا هو كده بيكون سايل سنة صغيرة، ولما يدخل التلاجة هيتقل سنة. المقدار ده بيديني بالظبط قد علبة الحليب المكثف الجاهزة اللي هو 395 ملي. هبتدي ان انا اغطيه وهدخله الفريزر لغاية لما هكمل باقي الخطوات بتاعة الكنافة بتاعتي. هطلع بقى عجينة الكنافة بتاعتي اللي انا مفرزاها عشان خاطر يسهل عليا ان انا اقطعها بسهولة من غير اي معدات بقى ولا فود بروسيسور ولا اي حاجة. انا هفرفطها بالمنظر ده كده. بحبها تكون خشنة عشان طعمها يكون حلو، احسن ما بتكون رملة قوي، ما بحسش ساعتها ان هي كنافة. وبعدين على النار بعد ما حطيت السمنة بتاعتي هبتدي ان انا انزل بالكنافة بتاعتي. وشيء بالشيء يذكر، هنا في ناس سألتني هل ينفع اعمل كنافة بالزيت مش بالسمنة؟ ينفع. في الوصفة دي ممكن حضرتك تبدلي السمنة بالزيت وهتطلع يعني جميلة جدا ومفيش اي اختلاف. طول بقى ما انا واقفة على النار هبتدي ان انا اقلب كويس جدا عشان خاطر مفيش حتة تستوي وتحمر كويس وحتة تانية ما تحمرش، لغاية لما هوصل للون ده كده. هبتدي بقى ان انا انزل بالحليب المكثف المحلى بتاعي اللي احنا حضرناه قبل كده. هنزل الكمية كلها وبعدين هبتدي ان انا اقلب. الحاجة التانية اللي هتأكد لك ان انتي ماشية صح ان شكل الخليط بتاعك هيكون عامل بالمنظر ده كده، اتجمع على بعضه ولكن مش معجن. هبتدي بقى ان انا اجيب القوالب بتاعتي اللي انا حضرت فيها شويه مكسرات كده. في واحده حطيت فستق مجروش ناعم، وفي واحده حطيت لوز. طبعا ممكن تعمليها من غير اي حاجه، طعمها اصلا لوحده يعني حكايه بجد. واسهل طريقه ان انا احط بيها الكنافه بتاعتي في القوالب هي المعلقه مش الايد. يعني بظهر المعلقه كده دقيق اضغطي عليها هتلاقيها اتشكلت بمنتهى السهوله. هخلص بقى القوالب بتاعتي وهبتدي ان انا اغطيها وهدخلها التلاجة. لو مش مستعجله دخليها التلاجة، بتاخد حوالي مثلا ساعتين. لو مستعجله ممكن تحطيها في الفريزر، هتاخد مثلا حوالي نص ساعه وهتطلع بالجمال ده. القوالب دي لو لقيتيها في اي حته اشتريها فورا. يعني حضرتك شايفه قد ايه هي سهله لما باجي اطلع منها، ما فيش اي مشاكل ولا اي حاجه لازقه وبتطلع زي ما هي. اظن ما فيش اسهل ولا احلى من كده. ويعني مش قادره بقى اوصف لكم الطعم بقى انتوا اللي هتقولوا لي عليه لما تجربوها، وبالصحه والهنا.